بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حروف كامل، حروف ألف باء بشطو. في العربي كما في تقريبا 28 حروف ألف باء. عندنا كثير جدا، عندنا عربي حروف عربي كامل كله، وزيادة تقريبا 15 أو 12 تقريبا. عندنا كلهم 45 أو 44. هكذا نحن نلفظون. لا نقول كما قلت في الدرس الماضي مثل العربي ألف باء تاء، لا، نحن نقول ألف ب ب ت ت ف جيم ز ج ج ح خ دال دال ذال ري ري زي جي 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 سين شين خي. عندما كنت صغير كنت لا أستطيع ألفظ هذا خي. هذا أيضا خي في البشتو، هي خي عربي في البشتو في جميع اللغات، بالفارسي بالأردي باكستاني بالأوزبكي، هي خي العربية. لكن عندنا الخي خاصة أيضا، هي خي بشتونية، خي بشتو، خي أفغانية. عندما كنت صغير كنت ألفظها مثل الصين شين خين، كنت هكذا ألفظ. معلم كان يضربني، هذا خي، كان يقول لي، قلت له هذه خي. كيف هذا خي؟ هذا ليس بخي. قال لي لا، هذه خي، خي بشتوني، خي بشتو. صاد ضاد. أيضا كيف اللغة العربية يعني مشهورة باللغة الضاد؟ يعني هيا إلا واحد إذا ما له دارس شريعة أو لغة عربية أو أو مو دارس في الصغر في الدروس العربية في المدرسة العربية، عندنا في 190 95 لا يستطيع يلفظون الضاد مثل العربي، مثل العرب يقولون زواد، أو يقولون غداد، أو يقولون زوات زوات زواد غدات. يعني هكذا يقولون صاد غداد زواد زوات هكذا. أما الذي هو دارس يقول ضاد مثل العربي. هي طي بالعربي طا. لكن كما قلت في الأول نحن لا نقول بالواقف، نحن هكذا زوي زوي عين غين. هي كمان أنا ألفظ تقريبا مثل العرب. هي عين غين لا يقولون، هي يقولون عين غين، عين غين هكذا. حتى علماؤنا يعني في السعودية، في عندنا عالم اسمه في كثير العلماء في السعودية من صغر هناك دارسين، لما يقولون يدرسون أو يحضرون الدرس أو محاضرة، لن يقولون مثل العرب ضاد، يقولون زواد زواد. هي هكذا عنا لفظهم. لهذا السبب اللغة العربية هي مشهورة باللغة الضاد، لأنهم بس العرب يستطيعون يلفظون الضاد 100% صحيح. سبحان الله، العرب إذا صغير كمان يستطيع يلفظ على السواء. لكن أنا حتى الآن يعني في 2015 تقريبا من 5 سنين أنا كنت أقول هل هذا الجهاز، هل هذا الموبايل ضد الماء؟ ضد الماء، ما كنت أقول ضد الماء، يعني ضد الماء. كنت هيك الأصدقاء العرب كانوا يضحكون يقولون لماذا أنت مو ضد الماء؟ ضد الماء مو مضر، مضر. هاي عنا لا، صعب جدا جدا. كيف عند العرب ري دي؟ هذا إن شاء الله سوف أشرح لكم. هذا ألفاظ البشتوني أصعب الألفاظ وأغرب الحروف في العالم. كيف الصعب للعرب
كيف إنجليزي صعب للعرب لا يستطيعون مثل الصينيين والروسيين يقولون what do you do how do you do أما هو بإنجليزي أصله what do you do how do you do this هذا الحرف. كيف العرب يعني بعض الأحرف بعض الحروف البشتونية بعض الحروف البشتو لن يستطيعون يلفظون على السواء، هكذا نحن أيضا الأفغان بشتون باكستان هنود سريلانكا هذول كلهم آسيوي المسلمين العجم لن يستطيعون يلفظون الضاد مثل العرب 100%. 60 لا يستطيعون إذا ليس له دارس عربية أو شريعة. هذا كما قلت هي عندنا عين غين هكذا في السادة بسيطة في اللغة بسيطة في البشتو. أما أنا ألفظ لكم قريبا في العربي لكي تفهموا علي سواء. غين في قاف كاف قاف هذا الحرف قريب على جي، هي جي هي قاف. كما كيف يقولون العراقيون والسعوديون قلهم لا يقولون قلهم، السوريين يقولون ألن. هكذا هذا الحرف للعراقيون للسعوديون مثلا قلهم قل له قال لي هذا هو القاف. عندنا موجود بالعربي ليس موجود، لكن كثير من العرب أيضا يلفظون هذا الحرف. لام ميم نون، وهذا غريب وصعب جدا. نون تقريبا في داخل قريب في داخل الأنف يطلع الصوت نون. واو بالعربي كيف واو يلفظون واو هكذا تقريبا. واو هذا التلفظ عربي، أما عندنا واو هكذا. هي بالعربي هي أما نحن بالعربي ها هكذا يلفظون ها. التلفظ أما عندنا هي هذه ي كما في الدرس القادم شرحت لكم. ي عندنا ي 5 أنواع الياء عندنا. أما أيضا لا نلفظون مثل العربي، لا نقولون يا نقولون ي كلهم 5 أنواع الياء تلفظ نفس الشيء ي. أما تشريح أنا في درس القادم قلت لكم هذه لأي سبب، هذه للكل. الآن سوف هاي أقرب حرف عندنا، هاي أيضا ثي جيم زي أيضا زي تشي. حلبيين يقولون تشي بدل الشاي. الشوام وغير عرب يقولون الشاي مثل الفصحى جيب احضر الشاي ساوي شاي. الحلبيين يقولون ساوي شاي. هذه الشيء الذي يلفظون الحلبيين كثير سوريين من منطقة الحلب أنا شفتهم يلفظون هذا الحرف كثير جدا. هم يحتاجون لهذا الحرف لكي يزيدوا في لغتهم أيضا. تي أيضا غريب. تي هذه حي خي دال ذال ري لي. هذا حرف أيضا كثير عرب أصدقائي شفتم لن يستطيعون يلفظون كاملا 100% كاملا يلفظونها هذه الحرف ببدال لي يقولون ري. مل نحن نقول مل يعني ميت. لما أقول لأحد صديق عربي أقول له مر عنا ميت بالبشتو يقول لي مر. زي جي تقريبا الجيم لبنانيين قريبا الجيم يلفظون هكذا. هذا هو الحرف يأخذون بدل ما يلفظون الجيم. اللبنانيين العرب من اللبنان يقولون هكذا. بالفصحى كمان بعض الناس يقولون هكذا جيد
جميل. هذا هو الحرف عندنا، هذا هكذا الصوت. كيف يعني جيم جيم تمام، جيم جمال جميل جبل. هذا بعض الناس كيف يلفظون لما يقول أنت جيد أنت جميل، بدل ما يقول جميل يقول الجميل. هذا هو الحرف. أما هاي بالبشتو أنا أعطيتكم مثال لكي تفهموا يعني صوته كيف عندنا باللغة. هكذا أنا أعطيتكم مثال. هاي جي، هاي أيضا قريب على جاب، صين شين خي. هذا نفس الشيء صوته مثل هذه الخي، خي. وهذا الحروف عندنا كلهم الآن سوف أقول لكم أين واحد مذكر وأي واحد مؤنث. صاد ضاد طي غي عين غين في قاف قاف. حروف غريب، لام ميم نون واو في. وأيضا هذول أيضا تقريبا غريب لأنه 5 أنواع يعني. هذه حروف أغرب وأصعب حروف يعني في فقط ليس فقط بلغتنا، في العالم لا يوجد بأي لغة ثانية إلا في لغتنا. يوجد بعض منهم لكن ليس كله موجود في لغة فارسية أو أردية أو أوزبكية أو أي لغة قريبة الذي مثل حروفها مثل العربي لا يوجد، يعني ليس موجود في كله. بعض يوجد تقريبا مثلا تشي ولي هؤلاء. هذا هكذا نحن نلفظونها. بي بي. نسكر شفتينا هيك بي. هذه أيضا تي. كثير عرب هي لا يستطيعون يلفظونها، يقول تي بدل نفس الشيء. تي 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 هكذا. سي الثي تمام. زي مثل الزا، مثل الزا، مثل يعني تشي تشي مثل الشاي. تي حي تي. دال ري جي جي. خي غا نون. ألف طبعا مذكر، بي مؤنث، بي مؤنث، تي مؤنث، تي مؤنث، ثي مؤنث، جيم مذكر. لكن نحن نقول جيم قصير. أنا قلت لكم يعني أنا لكي تفهموا علي أحيانا أنا ألفظهم أنطقهم قريبا كمان بنطق العربي لكي تفهموا علي سواء. نحن نقول جيم جيم بالعربي. زي مذكر مؤنث، تشي مؤنث، تي تي مؤنث. هاي تي هي هيك تقريبا. سي مؤنث. حي مؤنث، خي مؤنث، دال مؤنث مذكر، دال مذكر، ذال مذكر، ري مؤنث، ري مؤنث، زي مؤنث، جي مؤنث، جي مؤنث، سين سين مذكر، شين مذكر، خي تنكتب يعني مذكر مبين مذكر لكن نطق مؤنث مبين يعني باين مذكر لأنه في صف المذكرين، تحته مذكر فوق مذكر، شين مذكر صاد مذكر ضاد مذكر، بس هاي نطقها مؤنث. خي ضاد طبعا مذكر، طي مؤنث ضي
مؤنث، عين مذكر. هذا لا نقول عين، هي بالعربي نقول كما قلت لكم عين. مذكر غين مذكر، في مؤنث، قاف مذكر، كاف مذكر، قاف مذكر، لام مذكر، ميم مذكر، نون مذكر، نون مذكر، واو مذكر. بالعربي هكذا واو. هي مؤنث، ي مؤنث، هي مؤنث، هي مؤنث، هي مؤنث، هي مؤنث. الآن أريد أعطيكم بعض الأمثال الأصعب الحروف البشتونية كي لفظ بي هكذا، بي 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 زي زي هكذا أيضا تقريبا جي جي تلفظ سي. هذا كاتب هنا ري ري هكذا ري، أو أيضا هيك دال دال. لا تقولوا دال، دال دال لحال، هذا دال دال دال. جي جون هاي أيضا هكذا، لكن لأنهم نحن نكتب جواندون 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 يعني حياة حياة. نكتب بالإنجليزي هكذا جواندون جواندون جواندون. من أحلى من أحسن القنوات التلفزيونية. اسم القناة التلفزيوني في أفغانستان للغة البشتو. خي خي طبعا خي هي هكذا خي، أو كما قلت هكذا أيضا سين نون. هاي أيضا هيك هكذا أيضا، يعني أول R بعده N، أو أول N بعده P T Z Ch C مر ر دال ج ج ج هيك أو هيك أيضا. خي نوم. الآن أمثال صغيرة. بي نحن نقول بختو، أول واحد بختو. بختو يعني بشتو. أنتم لن تستطيعون تقولون، العرب يقولون بشتو بشتو. أيضا بختون بختون
پختون يعني صاحب اللغة البشتونية. پختون يعني الذي لغته لغة الأم له هو الرجل پختون. يعني أنتم تقولون هذا پختون هكذا أمثال، أنتم تقولون بشتون. أيضا باكستان هكذا تنكتب تي. تي تول. تول يعني كل، الكل، كل، جميع، تول هكذا. العرب يسمون طول، لكن هذا تول. توبك يعني بارودة. زي. زي يعني هاي زي. زوان. زوان. زوان يعني شاب. شاب هكذا نحن نكتب. شي. شي. شا. شا يعني مين، يعني من. تي أيضا. تي سوق. سوق. أنتم كابكم كاب عربي هكذا، لكن نحن عندنا ليس هكذا، نحن كابنا هكذا. ها. سوق يعني لا. سوق يعني من، أيضا من. بس شا يعني من قتل. من قتل أو من جاء. من جاء من جاء بهم يعني شاراولو. شاراولو من جاء بهم شاراولو. سوق راغلي من أتى. من أتى نقول سوق. سوق راغلي من أتى سوق راغلي. من جاء بهم شاراولو نقول هنا شا. جي قلت لكم هون جندون. جي جي ربي زدني علما. جمنز يعني جمنز أو قالي مثلا. قالي. قالي أو مثلا كيجي. كيجي. كيجي يعني بصير يعني مستحيل. كيجي وجود الفعل الذي مستحيل، الذي يمكن يعني الشيء. مثلا نقول هذا تنكسر، ده ما تيجي. مو مستحيل يعني هذا تنكسر إذا شديت عليه كثير جدا هكذا. كيجي هنا مثال. نون نقول رنا. رنا. رنا يعني ضوء. ضوء. ضوية. رنا ضوء أو ضياء. نون هكذا. أو رن. رن يعني ضياء، يعني ضياء أو نور أو منور. منور أحسن مثال رن. رنا يعني نور. جاب قلاب. قلاب يعني أو قل يعني وردة. وردة. خي خوخ. خوخ أيضا مسرور، يعني مسرور أيضا. وخوخ يعني الحب. نقول مثلا أنا أحب هذا المعلم. زما دا أستاذ خوخ دي. خوخ يعني أحبه. دال دودي. دودي يعني خبز. دودي. دودي خبز يعني. تي. تي. تي پختو. تي تول.
زي زي زوان. تشي تي تو تي جي جي قاب قل رنا نون رنا قاب قل. سهل جدا. إن شاء الله في الدرس القادم سأشرح ماذا بهم خاصة أيضا، يعني لماذا يعني في نفس الوقت في نفس اللغة، يعني هذه خي أيضا موجودة وخي العربي كما قلت لكم. هذا له أسباب كثير جدا. إن شاء الله في الدرس القادم لا تنسوا اشتراك، خليكم معنا إن شاء الله تتعلموا بسهولة جدا. لا شيء في الدنيا مستحيل، كل شيء يمكن إن شاء الله. السلام عليكم.